تفتكروا الحواوشي اللي متغرق جبنه ده منين؟ طب البيتزا دي منين؟ وطاجن البطاطس باللحمه ده منين؟ المكان اسمه شاي بليمون، طبيعي جدا يجي في دماغك ان هو بيعمل شاي بليمون او اي عصاير او اي مشاريب طبعا، بس الغريب والجديد بالنسبه لي ان اكتشفت ان هو عنده اوبشنز اكل كتير قوي، فجبت معظم الحاجات. فتعال نشوف ايه اللي هيطلع جامد وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا. المنيو عندهم كبير، فبدات باول حاجه البيتزا فور سيزون، بيبروني، سجق رانش، تشيكن رانش، تيستي برجر. يعني السجق رقم واحد، الفراخ بالرانش حلوه قوي، تيستي صوص برجر جامده، دي اقل واحده. نخش بقى في الباستا كده مع فريش مشروم متغرقه براون صوص، براون صوص مظبوط. نخش بقى على الركن الشرقي، عندهم طواجن، اخترت طاجن بطاطس باللحمه، تحس ان انت في البيت تاكل اكل شرقي جامد. ده بقى ميجا واوشي، رغيفين حواوشي هم عليهم حرفيا نص كيلو جبنه، غرق طحينه بقى، اللي بيحب الجبن الكتير والكلام ده كله هيكيفه. كانش ينفع امشي من غير محلي، فعندهم اختراعين كده رايقه وفايقه. الرايقه كيفتنا اكتر من الفايقه الصراحه. من الاخر بقى شاي بليمون يستاهل شير وسيب لي فيديو، وهفضل اقولها كل فيديو، نشير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب من اللي ما يتسموش. سلام.